وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. نتكلم عن برنامج حزب النور، وحزب النور عايز ايه وبيخوض الانتخابات ليه. هقول كلام سهل بسيط عشان الناس تحفظه. احنا عايزين دولة عصرية حديثة، كلمتين بساط. دولة عصرية حديثة تعمل ايه؟ كلها تأثير في الخارج وتحل مشاكلها في الداخل. دولة قوية. والدولة دي لما نقول عصرية حديثة يبقى لازم نقول ملحوظة مهمة جدا، ان الدولة العصرية الحديثة لازم تحافظ على هويتها، وإلا تدوب تضيع وسط باقي الدول. دولة تحافظ على هويتها وتحافظ على ثوابتها وتحافظ على مرجعيتها التشريعية اللي نص عليها الدستور المصري في المادة الثانية ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. قلنا عايزين دولة عصرية حديثة. الدولة دي تكون محافظة على هويتها وعلى ثوابتها وعلى مرجعيتها التشريعية، وأيضا عشان تكون الدولة دي بقى تقوم بدورها تحل مشاكلها الداخلية، تحدث التنمية في الداخل، تكون مؤثرة في الخارج، لابد ان تكون القوى الموجودة كلها متناغمة، مش كلها على رأي واحد، لا كلها على هدف واحد. تكون القوى السياسية عندها آراء متناغمة، الأهداف واحدة، ممكن تكون الوسائل مختلفة، الرؤى للوصول إلى الهدف مختلف، ولكن الهدف يكون واحد. وكده احنا بنقوله بقى الحاجة التانية اللي بتيجي، أن حزب النور حريص على التوافق الوطني، حريص على التوافق الوطني. لأن بتعبير بسيط، تشبيه بسيط كده، لو أنا عندي عربية وإحنا 100 واحد، والعربية دي عايز تزقها تدفعها إلى الأمام، طب أم منهم 10% يدفعوا، وال100 الباقيين ال90 منهم 20 انت عمال تدفع للامام، هو عمال يدفع للجنب، و20 تانيين بيدفعوها لورا، والباقيين عمالين يتفرجوا عليك، القاطرة مش هتتحرك من مكانها. لكن انا عايز ال100 كلهم يجوا في اتجاه واحد ويدفعوا للامام، واحد بيدفع من ورا، واحد بيدفع من الجنب، ولكن الهدف واحد، عايز تدفعها للامام. فخروج الدولة المصرية من الحالة اللي هي فيها، المأزق الاقتصادي اللي موجودة فيه، المأزق السياسي الموجودة فيه، يحتم علينا اللي احنا كقوة وطنية في هذه البلد اللي احنا نكون حريصين على التوافق الوطني، على عدم إقصاء أي فصيل سياسي. وهنا الواحد يتعجب بقى، يشوف العجب، الناس اللي قبل 2013 عمالة تصرخ بالليل والنهار الإخوان بيقصوا، الإقصاء، حكم فصيل الواحد، سبحان الله الدنيا اتقلبت وبقوا ليل ونهار لابد من إقصاء حزب النور. يبقى الناس دي مش بتتكلم من دافع وطني ولا دافع لمصلحة الدولة، ولكن دافعها المصلحة الشخصية، يريد أن يقوم بإقصاء الأقوياء ليكون الطريق أمامه مفتوح. لكم انتم اللي بإيديكم وبمجهودكم وبعرقكم تقدروا ان انتوا تمكنوا الحزب النور، وانتم اللي هتقدروا تكتبوا بإذن الله الفوز لحزب النور في هذه الانتخابات. دي مسؤوليتكم انتم. كل ممثل لكم في البرلمان هو بيعطيك قوة على الأرض، بيعطيك مصداقية على الأرض. اعتبر الانتخابات منافسة
والمنافسة أنت شريك فيها بصوتك وبصوت جيرانك وأقربك وأهلك وأصدقائك. لابد أن تبذل كل ما في وسعك، كل ما في وسعك تبذله لجلب صوت لحزب النور. مش هوصيكم تاني، كل واحد في دايرته عرف مين المرشحين اللي عنده، وعرف ان قائمة حزب النور رقم 1 رمز الفانوس، ويعرف ان المرشحين اللي عنده رمز الفانوس ثم الشمسية او المظلة، يدور على المرشحين ويدعو اليهم الى التصويت لهم. ما تكتفيش بصوتك، لا، الحزب محتاج صوتك وصوت أقربك، صوت أصدقائك، صوت زملائك، صوت أحبابك، صوت معارفك. إن شاء الله يوم الانتخابات يبقى كل واحد منا يروح اللجنة الانتخابية ومعاه 100 صوت بإذن الله. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.